السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في مطبخ لولو. عملنا قبل كده الكحك الدايب بثلاث مكونات، وعملنا البسكوت النشادر بالمكنة. والنهاردة إن شاء الله هنعمل الغريبة الدايبة، ولا بتطبع ولا بتشقق، ودي اللي هنشوفه دلوقتي. ويلا بينا نشوف المكونات. ولو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنجيب 4 كوبايات من الدقيق، ومعانا كوباية من السكر البودرة، ومعانا كوبايتين من السمنة. هي مش سايحة ولا هي متجمدة، هي بحرارة الغرفة. وبعد كده نزلت بالسمنة في بولة، وهنضيف عليها كوباية السكر البودرة، وهنقلبها شوية بس علشان الدقيق ما يطرش في وشنا، عشان احنا هنضربها بالمضرب. جهزت المضرب بتاعي. هنضرب الخليط ده لمدة 15 دقيقة لغاية ما يبقى لونه فاتح زي كريم شانتيه. وهنا ممكن لو ما عندكيش المضرب ممكن تستعملي الخلاط او الكبة. وقفت المضرب بتاعي علشان اقلب اللي في الجوانب، وبعد كده هنكمل باقي المدة بتاعتنا عشان ياخد لون كريمي فاتح زي كريم شانتيه. وده شكل الخليط بتاعنا بعد ما ضربناه لمدة 15 دقيقة. شوفوا لونه فاتح ازاي. وبعدين هنضيف عليه ال4 كوبايات من الدقيق، وبعدين هنعجن بايدينا لغاية ما العجينة تبقى ناعمة خالص معانا. وده شكل العجينة، ما تخافوش هي بتلزق شوية. هندخلها التلاجة لمدة ربع ساعة. وده بعد ما خرجت من التلاجة، انا حطيتها بس في التلاجة لمدة ربع ساعة علشان تمسك معانا السمنة، علشان نعرف نشكلها. طول ما هي سايحة معانا وبتلزق عمرنا ما نعرف نشكلها. وكده نجهزنا الصواني بتاعتنا، وهنحاول ان احنا نكورها كور صغيرة ونرصها في الصينية. شوفي ما شاء الله، مش مشققة ولا اي حاجة. حطينا ايدينا، مش بتطبع ولا بتشقق ولا اي حاجة خالص. كده بنبدأ نرصها في الصينية بتاعتنا. ولو عندك بندق، لوز، عين جمل، اي حاجة، او زبيب، او فول سوداني، مفيش حاجة هتوقفك، وتقدري ان انت تعملي احسن غريبة في البيت اللي دايبة دوب السنين وجميلة جدا. او ممكن تعمليها سادة. وبعد ما خلصنا تقطيع وتزيين القريبة بتاعتنا، يفضل احنا ندخلها التلاجة لمدة 10 دقايق. يستحسن يعني قبل ما ندخلها الفرن. وهي ما بتغيبش في الفرن خالص، هي بتقعد بس 5 دقايق، وهتسيبها بتخرجيها وتسيبها تبرد. هتكون جاهزة معاكي وجميلة جدا. وكده بعد ما طلعت من الفرن معانا ما شاء الله، دايبة جدا وجميلة ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين. وكده خلص الفيديو بتاعنا. لو اول مرة تشوفونا متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.